أهلا بكم. النهاردة هنناقش خبر كان مفاجئ وصادم الحقيقة: وفاة المطرب الشعبي أحمد عامر. المصادر اللي معانا غطت جوانب كتير، من أول تفاصيل الوفاة لحد ردود الأفعال، وحتى بعض النقاشات اللي جت بعد كده. أهلا بيك. فعلا وفاة شخصية عامة خصوصا لو شابة وبشكل مفاجئ زي ده دايما بتعمل صدى كبير وتطرح أسئلة كتير. هنحاول نشوف إيه اللي حصل بالظبط في الساعات الأخيرة، الجنازة وكلام زمايله ومحبينه. طيب، نبدأ بتسلسل الأحداث. المصادر بتقول إن الوفاة حصلت مساء الأربعاء، ده كان يوم 2 يوليو 2025. امم الفنان أحمد عامر كان راجع من شغل في المنصورة، وفي الطريق حس بإرهاق شديد جدا بشكل مفاجئ. فاتنقل أو حاولوا ينقلوه لمستشفى، لكن للأسف حالته اتدهورت بسرعة وتوفي بأزمة قلبية حادة. صحيح. وفي كمان بعض المصادر ذكرت إنه ممكن يكون فارق الحياة حتى قبل ما يوصل المستشفى. التفاصيل الأولية كان فيها شيء من الارتباك، وده طبيعي في حالة الصدمة دي. واللي بيزود التأثير الدرامي للقصة دي هو اللي حصل قبلها بكام ساعة بس. تقصدي البوست اللي نزله على فيسبوك؟ بالظبط. نزل بوست بيعتذر فيه عن حفلات جاية، وقال لظروف صحية طارئة. ده كان تقريبا قبل الوفاة بساعتين. ده خلى الموضوع مؤثر أكتر بكتير، كأنه كان بيودع وهو مش قاصد. التسلسل ده، الاعتذار وبعدين الرحيل المفاجئ، كان نقطة مهمة في تغطية الإعلام للجانب الإنساني. نروح بقى للجنازة. اتشيع الجثمان في مسقط رأسه، مدينة سمنود في الغربية. ناس كتير جدا حضروا بالآلاف. ده بيوري قد إيه كان ليه شعبية. لكن كان في تفصيلة لافتة برضو، وهي التأخير. الجنازة اتأخرت حوالي 4 ساعات تقريبا، صح؟ مظبوط. المصادر قالت إن التأخير ده كان بسبب انتظار تصريح الدفن. طيب وإيه سبب انتظار التصريح ده تحديدا؟ هل كان في شكوك؟ بصي، هي إجراءات روتينية نوعا ما في حالات الوفاة المفاجئة. جهات التحقيق استدعت مفتش الصحة عشان يكشف على الجثمان وهو لسه في المسجد. جوه المسجد نفسه؟ أيوة، قفلوا الأبواب مؤقتا لحد ما مفتش الصحة خلص الكشف الظاهري وتأكد إن الوفاة طبيعية، مفيش أي شبهة جنائية أو حاجة. ولما اطمنوا إنها الأزمة القلبية طلعوا تصريح الدفن. الإجراء ده مع إنه عادي، بس لما بيتعمل لشخصية معروفة وفي مكان عام زي ده بيثير اهتمام أكبر. مفهوم. طيب ردود الأفعال بقى على السوشيال ميديا وفي الوسط الفني الشعبي كانت عاملة إزاي؟ الدنيا اتقلبت زي ما بيقولوا، صدمة وحزن كبير جدا. الفنان رضا البحراوي كان من أوائل الناس اللي كتبت ونعت، شفت البوست بتاعه. وبعده بقى كمية رسائل نعي ورثاء من فنانين كتير، سعد الصغير، طارق الشيخ، حسن شاكوش، حمو بيكا وغيرهم كتير. الحقيقة الكل كان بيعبر عن حزنه وصدمته وبيشيدوا بأخلاقه كمان. وفي منهم اللي راحوا سمنود وحضروا الجنازة كمان، مش كده؟ صحيح، عدد منهم سافر وخصوص عشان يكون موجود ويقدم العزاء لأسرته. المصادر كمان ركزت على مكانته الفنية، يعني هو ما كانش مجرد مطرب شعبي وخلاص. لا طبعا، كتير وصفوه بأنه قدر يعبر عن وجدان الشارع المصري. أغانيه زي ما بقتش مستغرب أو الكل خاب لمست ناس كتير خصوصا الشباب. كان في شجن كده في صوته بيوصل الإحساس ببساطة. بالظبط. قدرته على التعبير عن مشاعر زي الخذلان وضغوط الحياة، دي هي اللي عملت له القاعدة الجماهيرية الكبيرة دي في وقت مش طويل قوي. طيب، ننتقل لنقطة تانية أثارت نقاش بعد الوفاة، وهي متعلقة بالأغاني بتاعته اللي على الإنترنت. دي نقطة اتكلمت عنها بعض المصادر، وتحديدا كان في مصدر مصور طرح دعوة لمين؟ دعوة لأسرته وللناس القريبة منه إنهم يحذفوا أغانيه وفيديوهاته من على الإنترنت ومنصات التواصل. وإيه الأساس اللي اتبنت عليه الدعوة دي؟ الأساس كان مفهوم ديني بيتعلق بفكرة السيئات الجارية. حسب وجهة النظر دي الأغاني ممكن يفضل وزرها شغال حتى بعد وفاة صاحبها. تمام. بس مهم نوضح إن المصدر نفسه أكد إن الحكم النهائي على مصير أي إنسان ده بإيد ربنا لوحده، محدش يقدر يجزم بيه. لكنه اعتبر الواقعة دي زي عظة ودرس للكل وخصوصا للفنانين عشان يراجعوا نفسهم ويفكروا في الأثر اللي بيسيبوه، وكمان شدد على أهمية الصحبة الصالحة. يعني النقطة هنا مش الحكم على الشخص نفسه قد ما هي
دعوة للتفكير. بالظبط، وإحنا هنا بننقل وجهة النظر دي زي ما اتقالت في المصدر ده عشان ندي صورة كاملة لكل النقاشات اللي حصلت من غير ما نتبنى أي موقف طبعا. يبقى اللي بنشوفه من خلال تتبع المصادر دي إن رحيل أحمد عامر المفاجئ ده كان حدث أكبر من مجرد خبر فني حزين. تماما، كشف عن تفاعل كبير سواء من الجمهور أو الفنانين مع حدث صادم زي ده، وبيوري إزاي وفاة شخصية عامة دلوقتي ممكن تفتح نقاشات كتير ومتشعبة، من أول الإجراءات الرسمية للتعبير عن الحزن الجماعي لحد قضايا زي الإرث الرقمي والقيم والمعتقدات. وده بيخلينا نفكر في سؤال أعمق شوية. في الزمن ده اللي كل حاجة فيه بتتسجل وبتفضل موجودة، إيه هو الإرث اللي بنسيبه ورانا؟ وإيه مسؤوليتنا تجاه الإرث ده، سواء كنا شخصيات عامة أو ناس عادية؟ دي نقطة تستحق نتأمل فيها.